4 5 6. تعرف انك خسران؟ وانا قبل ما تعيدناش. خاطرك مجبور. تتزين تهامة بموسمها الزراعي المبشر بالخير وكأنها لم تكن ذات يوم قاحلة. ندعوكم لمرافقتنا من خلف هذه العدسة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. يضيق العمر والدنيا ويتلاشى الأمل والنور ومأساة ذلة الحاجة على اللي حالهم مستور. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أقدموا بالتهامي يعني. تفضلوا. الله يتفضل عليك يا بطل. فين تشتي؟ بايكم استزحام. بايكو يعني ذاهب، أم حسي يعني البير، أزحم يعني أجل بلد. ما شاء الله. تدرس يا بطل؟ اليوم ما جمعة بكرنا الصبح ازحام. طيب إذا مش عطلة، إذا مدرسة؟ إذا مدرسة بقى الظهر والله العصر. أنا معي تحدي مسابقة، ما رأيك أضيفك معي في التحدي؟ نفسي شارك معك، لك أنا إذا شاركت معك ما نش بعدين نعلم حسنا. يا أخي تلحق أي وقت. يا أخي لا، الآن شفت الماي والماي كان يوم. ها يعني مش تحصل، يعني خلاص ما تدخلش؟ إلا بدي أدخل معك. ما ركب لك اقتراح؟ ما هو اقتراح؟ يعني بكا أحط حماري هناك بين الطابور وارجس هناك نتسابق. أهب لك اقتراح. شوفوا الاستراتيجية ما شاء الله، يعني بتحط دباتك في السرع. يقول لكم يعني الماء من الأساسيات، خليه يمسك سراء وينتظر هناك في الطابور عشان لا يفوت دوره، وبعدين يبدأ معنا في التحدي. خلاص تمينا، أنا معك إن شاء الله. بسم الله. يعيش الهم ما يشكو ولا يعدي عليهم دور، هنا لابد نتراحم بوقفة تجبر المكسور. ما شاء الله تبارك الله. كثيرين. لا لقيتي الأصير والله ظهرها تشوف أكثر وأكثر. يا يوسف التحدي أنك تطلع لي 7 أشخاص يكونوا كل واحد من قرية، يعني مش من قريتين ولا من 3، ما فيش 2 من قرية واحدة. للشاشة راح تطلع لك 10. طلع لي 7 بس. واحد 2 3 4 5 6. تعرف انك خسران؟ وانا قبل ما تعيدناش. ها انت 7؟ ايوه. اوه نسيت انك بينهم، يعني كل واحد من قريه. كل واحد من قرية. خلاص روحوا يا شباب، الله يفتح عليكم. شكرا لكم ابطال. هذه ايش هي؟ دبات. طيب التحدي الثاني طبعا انت درست صح؟ ايوه. اشتيك الان تعد لي عدد الدبات الموجوده في المشروع كامل. كم العدد؟ 163. انا شعد بعدك. 163. ما شاء الله تبارك الله. بيقول لكم 163 دبه متواجده الان في المشروع. طبعا انا معي جائزتين، اشتيك تختار واحده منهم. الجائزه الاولى بتكون يعني مبلغ مالي، الجائزه الثانيه انه انا اوصل لك من المشروع الى القريه والبيت حقك. ما رايك؟ يا اخي الفلوس تكمل. الفلوس تكمل. خلاص اذا الجائزه بتكون الجائزه الثانيه انه انا اوصل لك للقريه. تمام؟ حتى لو وصلت لي للقريه، لان المشروع يشفط ولا في برود ما يشتغل ولا شيء. حتى كيها لو وصل عندي للقريه اي بنا يصل لي واصحابي لك. يعني عيب انه يوصل لك لحالك واصحابك؟ لا. في مشروع ثاني كبير مثلا موجود عشان احنا نشوفه او نصلحه؟ في مشروع خربان كده من قبل انا ما اظهر. ما اسمك يا بطل؟ المعتصم. مشاهدينا الكرام متجهين لمعرفه تفاصيل المشروع. كيف حالكم؟ الحمد لله. يا اخي ايش قصه الخزان هذا؟ الخزان هذا خربان. خربان؟ أيوه. طيب كم له من يوم ما بنوه؟ تقريبا 16 سنه. 16 سنه؟ في له مشروع، في له منظوم؟ ما في له اي مشروع، يعني اقرب البير الذي عملوه له مسافه 9 كيلو. شوف القلب. طيب ليش عاد عملوه؟ والله عملوها ايام الانتخابات. ايام الانتخابات؟ اي والله. المشروع هذا دعايه انتخابيه. ما شاء الله تبارك الله. وخلاص تركوه بعدها؟ خلاص تركوه. انا زرت المشروع القريب اللي هنا تحت. طيب هذا المشروع يستحمل انه مثلا اكبره او نفعل له خزان عشان نضخ او شيء؟
لا ما يستحمل انه بين صخور. صخور. أيوه. طيب كم قرى مستفيدة من المشروع هذا؟ تقريبا 7 إلى 10 قرى. طالما هذا الخزان يعني ما ينفعش حتى لو أعدناه، والسابق هذاك يعني ما يستحملش التوسعة، طيب إيش الحل من وجهة نظرك لهذه القرى؟ الحل ضروري مشروع جديد. مشروع جديد؟ ضروري. ما فيش حل غير مشروع جديد. مشاهدينا الكرام، يبدو أنه لا يوجد حل سهل لتحقيق أحلام هذه القلوب البريئة والطيبة والرقيقة واللينة، لكن بعون الله ستتحقق الأحلام يوما وبدعواتهم، وسنعود لهذا المكان بأحلام أجمل إن شاء الله. أراكم على خير. كالزهر يفوح بلا ثمن، كالبسمة في وحشة زمن، كالغيمة مثقلة بالماء. جاء الخير بهيئة حب في ثوب سخاء من قلب، في ليل عناء بالفرج أضاء. وجبر والخير سيكثر، ويحبك رب الناس وقلبك يجبر. أجبر والله سينظر، ويجيرك من وجع الأيام فتعبر. خاطرك مجبور. اجبرت جبر، يبقى خاطرك المجبور، أجرك يكبر. هم يذهب ياتي سرور، أنت الحاضر للمستقبل، أنت الأمل ومنك النور. لست فقيرا فيك عطاء، كل البذرة قطرة ماء. تمر الأيام وتتحقق الأحلام. أهلا بكم في اللحظة الأولى من الفصل الأخير من حلم جيل المعتصم. كيفك يا معتصم؟ كيف والله اليوم أنا مبسوط. ليش مبسوط؟ لأن الماء اليوم جنبي، كان بعده حول 10 كيلو ذا ومتأذبين. الآن إيش بنفعل يا معتصم؟ الآن نقص الشريط ونفتتح المشروع. بسم الله. اعطي غيرك يثمر خيرك، لا تيأس فالجبر شعور. اجبر تجبر مهما كان الهم كبيرا، فالله برحمته أكبر. مشاهدينا الكرام، يبدو أنه لا يوجد حل سهل لتحقيق أحلام هذه القلوب البريئة والطيبة والرقيقة واللينة، لكن بعون الله ستتحقق الأحلام يوما وبدعواتهم، وسنعود لهذا المكان بأحلام أجمل إن شاء الله. أراكم على خير. الآن هذه القرية الأولى. تذكر أصحابك كم منهم؟ من 6 على السابع. وأنت السابع. الآن وين بنروح؟ نروح عندهم كل واحد يشغل له نقطة. ذا أول شخص خرجته صح؟ أيوه. ما شاء الله. كيف حالك؟ والله الحمد لله. مشاهدي الكرام، المعتصم الآن يفتتح القرية الأولى في المشروع. بسم الله. هذا صاحبك في القرية الثانية؟ أيوه. إيش اسمه؟ يوسف. يا يوسف تعال. الله الشيخ يوسف الزرنوقي بيشغل الماء الآن. السلام عليكم. كيف حالك؟
ذي قريتك؟ يلا افتح الماي. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شغل معي القرية. ما اسمه صاحبك اللي هنا؟ محمد هزيلي. محمد هزيلي، كيف حالك؟ ذي النقطة حقك يا محمد؟ ما شاء الله هذا أصغر متسابق معانا، تعال تعال. شغل الماي. شغل تحت. الآن هذه رقم كم يا معتصم؟ القرية رقم 60. السلام عليكم. قاحي يا تامي قاحي، كيف حالك؟ ذي القرية تبعك؟ شغلت قريتك. يلا شغل هذه قريتك. مشاهدينا الكرام، انتهينا من جميع النقاط. مباو قريتي. مباو قريتي؟ ليش قريتك باين؟ ايوه قريتي باين. كملنا اطرد الخبر ده انا فاتحه اليوم شموع. اوه يعني انت بنت شتيمي؟ يلا بسم الله هيا. مشاهدينا الكرام، تبقت نقطة قرية المعتصم. نشيل الهم نتقاسم ونمسح دمعة المقهور ونسعد بالعطالم ونكتب. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر نقطة في هذا الحلم الجميل. طيب يا معتصم، فريق البرنامج حب يجيب لك هدية بسيطة. اكبر هدية المشروع. لا ولو، بسم الله هذه هدية، وذا عشان كنت واصل بك. هناك قيل لنبي الله يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهنا بجوار القلوب الرقيقة واللينة قيل أن الأحلام تحققت بتأويلها إلى حقيقة، لأنه لا حسد هنا. فيا معتصم، اقصص أحلامك لأصدقائك، فأنت من أراد لهم الخير. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله. اجبر تجبر، يبقى خاطرك المجبور، أجرك يكبر، هم يذهب يأتي سرور. أنت الحاضر للمستقبل، أنت الأمل ومنك النور، لست فقيرا فيك عطاء، كل البذرة تطرة ما